بسم الله بديت والنبي صليت عليه افضل الصلاه والسلام. السلام عليكم يا الغاليات، مرحبا بكم، ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. وصفتنا لنهار اليوم من اروع واسهل الوصفات اللي ممكن تجربوهم. عندنا هنا كروكي تاع السنيوه بذوق المربى، يعني بالكونفيتير، يجي هبل. درت له ثاني واحد المكون عطاه بنه على بنه. قبل ما نروحوا للوصفه نقول لكم حبيباتي ما تنسونيش غير بالدعاء لاميمتي بالشفاء، ربي ان شاء الله يشافيها ويعافيها ويشافي جميع مرضى المسلمين. وشكرا بزاف بزاف على دعواتكم، ربي يحفظكم ويجعلها في ميزان حسناتكم. وصفتنا لنهار اليوم قلت لكم من اروع الوصفات، على بالي غادي تجربوها كما جربت الوصفات السابقين وغادي تعجبكم، لانه بالفعل تجي خفيفه، تجي مقرمشه وتقطع كميه كبيره كما راكم تشوفوا. الحلوه تاعنا بريزونطاب، تقدري تقدميها يعني في مناسبه ولا تقدميها في حاجه خفيفه كما هكا مع القهوه، تجي رائعه. دوك هنا نقسم لكم حبيبات تشوفوها من الداخل. قبل ما نروحوا للمقادير وطريقه التحضير، ديروا برك جيم من لا فيديو باش هكا تطلع لنا الوصفه تاعنا والفيديوهات تاعنا يدوا حقهم المشاهده. شوفوا معنا كي تجي شابه يعني في الشكل وحتى في المذاق، مع داك المكون اللي درتها لها. شوفوا كي تجي كروستيون، يعني تجي مقرمشه رائعه. قبل ما نروحوا للوصفه نديروا شويه تاع النشاط، شويه تاع التحفيز كما راكم تعرفوا. يعني رانا على يعني رانا في فصل الشتاء، ماشي على ابواب الشتاء، ولكن باش نقوا الدار تاعنا والكوزينه تاعنا لازم كل مره نديروا، يعني كل مره نديروا جهه، ما نخدموش ضربه واحده. كما شفتوني انا راني ندير معكم غير بشويه، غسلت الكونجيلاتور، الميكرووند، يعني الفور، كلش راني نخدم غير بشويه. كم تعرفوا المراه العامله ما يليقلاش، حتى اللي ماكيده في البيت يعني ما تقدرش دير كلش ضربه واحده. دروك نبدا نغسل فيهم ونقي فيهم مليح مليح، ومن بعد كي نبدا يبقوا لي غير الحيوطه يجوني ساهلين. شا درت انا؟ درت شويه من هذا الجافيل نايس بلوس مع الايزيس، يعني نفس لاكام. نايس بلوس روعه. وبديت نحك هنايا، ماشي تنظيف عميق، يعني غير تنظيف خفيف، لانه ديجا راني دارت له التنظيف العميق وقلعت كامل هاد ليزيطاجير، غسلتهم نقيتهم. نبدا نحك هكا بشويه بشويه حتى نقي. من بعد نجيب هكا الشيفون، نبدا نرغوي فيه، يعني نمسح فيه يعني نشلل فيه. ومن بعد كينا هذه يعني خطوه اختياريه، تقدروا تلمعوا الزجاج تاعكم، ديروا شويه هذاك المنظف تاع الزجاج كيما هكا، وتمسحوا بابي اسويتو كيما هكا وتفوتوا عليه باش يقعد لكم هذاك الزجاج تاعكم معقم. هنا ما حبيتوش يعني ديروا هذا يعني هذا المنظف، تقدروا ديروا شويه تاع الخل، ولكن هذاك الخل تاع الكحول يعني اللي يجي يعطر وينظف، عفوا ينظف لكم ويعقم لكم، هذاك هو نظفوا به. وهنا كتدبيره بالنسبه للاخوات اللي عانوا يعني من هاد القجوره يتوسخوا لهم بالخف، عندنا هنا هاد البابي كيما هكا، نتنيه على 4 ونحطه وندير الصوالح تاعي. غادي نعاود نرد كامل الخضره اللي فيه، وهذا هو الفريجدان. نشوفوا كي راه يشعل شايل. نولوا الوصفه تاعنا. بالنسبه للوصفه عندي هنا فيها ريسيبيون ندير 4 حبات تاع البيض، يكونوا متوسطين بدرجه حراره الغرفه. دائما نقول لكم البيض تاعكم خرجوه من قبل كي تبداو تخدموا به هكا باش يطلع لكم كي تجوا تخدموا اي وصفه من الوصفات اللي حبيتوا تخدموها. عندي هنا شويه تاع لافاني. بالنسبه لافاني انا استعملت هذه تاع سافير، يعني واحد الريحه تقعد لكم مده طويله وشابه شابه شابه. رشه تاع الملح ضروريه، وعندي نص كاس تاع السكر. هنا تقدروا ديروا يعني حتى الكاس غير ربع تاع السكر اللي يحبها حلوه بزاف. انا نبغيها يعني متعادله، ما نبغيش الحلاوه بزاف فيها. ونجيب الباتير، ماشي ضروري الباتير، يعني غير بالفوي تقدروا تخدموها. ندرب مليح حتى ندخل هذاك السكر مع البيض، يعني بخسك نحس بلي هذاك السكر بدا يذوب لي شويه. نعاود نجيب حوالي نص كاس تاع الزيت، يعني نفس العبر اللي عبرت به السكر نعبر به الزيت. هذا الكاس يرفد 250 مليلتر. نضيفها غير بشويه في هذاك الخليط تاعي، نبدا ندخل فيه. هنا علاه نبداو نستعملوا الباتيغ باش العجينه تاعكم بعدا ما تزيت لكمش، يعني ما يبداش يخرج منها الزيت وينفصل على العجينه. هذه برك طريقه، يعني دخلوا الزيت مليح مع مع المقادير تاع البيض والسكر. كملنا بالباتيغ. دروك ندير نضيف الفرينه هنا عندي 2 كيسان ونص تاع الفرينه. قبل ما ندير الفرينه عندي هنا هاد 3 ملاعق، يعني 2 ولا 3 ملاعق تاع الكوكاو، يعطونا يعني ذوق مختلف للكروكي تاعنا، يجينا فريمون بنين. انا درت هنا حوالي 4 ملاعق، يعني ماشي بومبي بزاف. معاهم 2 اكياس تاع خميره كيميائيه و2 كيسان ونص تاع فرينه. بالنسبه للفرينه تقدروا تنقصوا من كميه الفرينه الا كان حبيتوها تجيكم خفيفه، يعني ما تجيش قاصحه بزاف، ما تجيش ثقيله بزاف. انا هنا استعملت 2 كيسان ونص، نتوما تقدروا تستعملوا 2 كيسان وربع تاع الفرينه. درت معاهم
2 اكياس خميره كيميائيه، نغربل كلشي وندخل. هذه هي الحلوه تاعنا فريمون سهله، يعني ما كاش ما اسهل من هذه الحلوه. هنايا برك يعني حاولوا تغربلوا المقادير كامل باش تتفادوا اي حاجه تكون في الفارينه ولا تكون في لاليفيغولا باش ما تفسد لكمش الكاطو تاعكم. شوفوا هنا راني زدت انا نص، نتوما زيدوا غير بالربع وشوفوا يعني تتحصلوا على قوام عجينه ما تكونش متماسكه بزاف. هاد الوصفه تقدروا ديروها كروكي عادي، يعني بلا ما ماشي في السنيوه، يعني كروكي هذاك الطويل وتقطعوها، يعني دخلوها طيب ومن بعد كي تشوفوها طابت تقدروا تقطعوها هكا دي مخصو وتعاودوا تقلبوهم طيبوهم من لي كوتي، يجيكم يعني فريمون يشاهي. انا مداري نديره كيما هكا. نبدا ندخل القوام تاعها تكون متماسكه ولكن ماشي طريه بزاف. نجيب البلاطو تاعي. بالنسبه للبلاطو اللي غادي نخدم فيه عندي هنا حوالي 40 على 30 سنتيمتر. الفرن تاعي راني شعلته في المرحله على 160 درجه. فوالا قلت لكم شعلتها على 160 درجه، النار ما تكونش قويه بزاف، تكون هكا واحد 160 حتى 170 درجه. شوفوا هنا غير تخلوها شويه تبدا تنشف لكم. علاه قلت لكم الا كان حبيتوها تجيكم خفيفه ما تكثروش الفارينه. دهنوا بشويه تاع الزيت ولا ديروا له ورق الزبده كيما حبيتوا، وحطوا هذيك لاباط تاعكم كامل ويديكم استعملوا شويه تاع الزيت، يعني دهنوهم بشويه تاع الزيت غير من البلاطو وبدوا تمشوا في هذيك العجينه تاعكم، يعني تمشي لكم فاسيلمون وتساعدكم في الخدمه كي ديروا كي ديروا يديكم في الزيت بهذه الطريقه. هنا تزيين اختياري، انا فضلت ندير لها هذاك التزيين يعني تاع الكونفيتير هكا، يعني توقف في الوسط وندير لها الكونفيتير باش تجي تشهي وتجي بنينه. وانتم كيما حبيتوا تقدروا يعني تخلوها طيب كامل حتى من تخرجوها وديروا لها شويه تاع الكونفيتير كيما اللي درت لكم الوصفه السابقه. انا نعطيكم الاختيارات وانتم يعني الحاجه اللي عجبتكم واللي حبيتوها ديروا. هنا عندي هذا البوشون تاع لافاني يكون صغير كيما هكا، حاولوا ديروا يعني ثقب صغيره باش كي تقطعوا الحبه تاعكم يعني تجي كل حبه فيها ثقب. فوالا برك كم ملاحظه يعني سمعوني مليح. هنا بالنسبه لهذا الثقب ديروا كي تدخلوها طيب ما بواحد الخمس دقائق 7 دقائق عاودوا حلوا عليها الفوق وعاودوا هذا الثقب زيدوا يعني ضغطوا عليهم باش يتشكلوا لكم، لانه غادي ينتفخوا لكم يروح لا فورم تاعهم. نتوما ديروا من بعد كي نحلوا الفرن يعني في 7 دقائق 8 تشوفوهم انتفخوا عاودوا تضغطوا عليهم يقعدوا شادين هذيك لا فورم تاع يعني تاعهم ويقعدوا محافظين عليهم. بعد ما دخلتها طيب حمرتها من كامل الجوانب يعني من تحت ومن الفوق. هنا درت لها شويه تاع سكر غلاسي هكا اولا باش الكونفيتير تاعنا يقعد لنا يعني الشكل تاعها شباب. ومن بعد كينا بلا بوش كيما هكا درت شويه تاع المربى، اي مربى كان عندكم تقدروا ديروا شوكولا تقدروا ديروا يعني طوفيا كراميل كيما حبيتوا. المهم هنايا بديت نشكل في هذوك عفوا في هذاك الكونفيتير كيما هكا حتى اللي كملتها ومن بعد قسمتها. وهذه هي وصفتنا لنهار اليوم، يعني من اروع الوصفات واسهلها. فوالا نتمنى انكم تجربوها. اللي راهي تجرب اي وصفه يعني ترسل لي تطبيقها يعني ولا تطبيقاتكم في الصفحه فاطمه زهره الجزائريه ولا فاتي الجزائريه هكا باش نشاركوا الوصفات يعني مع الاخوات باش اللي راهي متردة يعني وخايفه تتشجع وتجرب الوصفات، واللي راهم يديروا الثقه ويجربوا نقول لكم ربي يحفظكم وشكرا بزاف بزاف. هنا بالنسبه كي تقطعوها يعني دخلوا الموس تاعكم وبدوا تجبدوا هكا باش ما تتشقق لهمش عفوا، وتقعد يعني محافظه على داك الشكل تاعها. وهادو هما الحبيبات تاعنا شوفوا كي يجوا يشاهوا. هنا بالنسبه يعني لهذوك الثقوب حاولوا يعني تركزوا نتوما كي يكون عندكم الوقت حاولوا تركزوا يعني يجوا في وسط الحبه تاعكم. شوفوا كي تجي تشهي كيما الصابلي ولكن هي غير بالزيت. روعه روعه روعه. جربوا حبيباتي وبحثوا لي تطبيقاتكم. خليكم في امان الله.